تعالوا نشرح ايه اللي حصل ما بين محمد وندى ونوضح الصورة اكتر علشان تبقوا فاهمين. وعلى فكرة الكلام ده للستات والرجالة، يعني ممكن يبقى راجل طبيعته هادي وبيعمل حاجة على مهله وبيحسب يومه وبيحسب الدنيا معاه وزوجته يعني عصبية، ويلا يلا يلا عشان ننجز، يلا عشان نخلص، انتوا بطاء كده ليه، انتوا بتعملوا كده ليه؟ سواء للراجل او الست. هنشرح دلوقتي ايه اللي حصل ما بين محمد وما بين ندى دلوقتي. محمد لما دخل ولقى ندى الساعة 5 ولا الساعة 4 لسه بتعمل اللولي، فهو بالنسبة له أول ما شافها قال ايه ده، أنا سايبلك أسبوع أجازة أو أسبوع بتحضري فيه وانتي لسه زنقة نفسك لآخر الوقت. طبعا هو طبيعة شخصيته ما بيحبش يزنق نفسه، بيحب ياخد على مهله وعلى راحته، وان طول الاسبوع انا برتب يومي، المفروض ان اليوم اللي قبل اليوم ده الدنيا تمام. هو من وجهة نظره، هي من وجهة نظرها ايه المشكلة، لسه قدامي 3 ساعات. هو بالنسبة له 3 ساعات دول ال3 ساعات دول اصلا خط احمر، تكلمي في ايه؟ فهو بالنسبة له انت شخص غير منظم، شخص ليه تشتغلي تحت ضغط، وطبعا حاجات كتيرة بقى اترتبت في دماغه. تمام. ذكاء ندى ان هي سابت اللي في ايديها وقامت علشان ما توتروش زيادة، عشان كل مرة هيقوم وهيتحرك في الشقة وهيشوف ولاده لسه ما لبسوش مع ان لسه بدري، وان هي لسه قاعدة بتعمل، هيتوتر وهيتنرفز. فسابت اللي في ايديها كده كده هيخلص، وقامت تعمل ايه، تأكل الولاد وتخليهم ياخدوا شاور، هو يحس ان في انجاز، في يوم بيعدي، في حاجات بتتقضى، فيحس خلاص هيبدأ توتره يقل. تمام. طيب، لما يحصل معاكي حاجة زي كده وانتي رايحة مناسبة وانتي رايحة فرح، خلي بالك كويس قوي من فكرة ان انا اسير توتره او اسير قلقه او احسسه، لا انا ابقى عارفة حتى لو يلا عشان خارجين رايحين مشوار، اجهز من قبلها، ابقى عارفه الدنيا فيها ايه، اختار اللبس السريع اللي يتلبس على طول، مش اللي لسه هقعد اتانكش فيه قدام المرايه واقعد اللي لفه الطرحه كده ولا لفه الطرحه كده، لا. انا ابقى منسقه لبسي في الدولاب بحيث ان هو يقول يلا مثلا يلا نخرج يلا ننزل، عندنا مناسبه، رايحين لمامتي رايحين لمامتك، ايا كان، يبقى امين امين، لان هما لا يطيقوا الانتظار. تمام، سواء للراجل او الست، انا بتكلم عن الشخص البصري السريع. تمام. طيب، هما كمان مش بيعرفوا يعبروا عن القلق اللي جواهم، يعني مش هيجي يقولك انا متضايق انا قلقان انا حاسس ان احنا ممكن، لا، هو يقعد يزعق، وان انتي المفروض كنت جهزتي من بدري وخلاص خلينا قاعدين نستنى ساعة، وانتي يا ست الهانم اللي مأخرانا لو احنا رايحين مشوار ولا فاهم، هيبدأ توتر يزيد. فاحنا زي ما قلنا كده نبدأ ننظم يومنا من بدري. ولو مفروض على ندى ان هي لما جالها الفكرة المطرقعة دي، كان لما دخل ما لقاهاش بتعمل، من ذكائها كان المفروض او ان هو لما دخل لقاها دخل البيت ما يلاقاش بتخيط في حاجه، لا كان يدخل يلاقيه الفستان متعلق وهي بتعمل اي انجاز لاولادها، حتى لو واقفه بتسخن لهم الاكل او حاجه، فهيبدا ان هو يوصل له ان هي بتتحرك وان هي بتشتغل وان هي بتعمل، وبعد كده يبقى يدخل عادي يلاقيها بتعمل ده، مش هيبقى متضايق. تمام، هيسالها وهتقول له اه انا مجهزه وكل حاجه، وتبقى معرفاه الدنيا فيها ايه. طيب، هو المشكلة الشخصيات دي ان هي مثالية زيادة عن اللازم، بتفكر كتير، فالموضوع معاهم ان هو لازم يبقى مترتب بأحسن صورة. لو 1% حصل غير الصورة دي، خلاص بيتوتر ويحس ان يا كل حاجة يا ولا حاجة. تمام. طيب، في المصايف بقى نفس الكلام، هو بيرفع سقف التوقعات وبيحط في دماغه ان احنا هنصحى 6 الصبح نفطر ونعمل ونروح البحر ونروح حمام السباحة ونعمل، وفي النهاية ممكن طبيعي ان احنا يروح علينا نوم الصبح، تلاقيه عمال يزعق. طب ليه بتزعق؟ عشان هو حس ان اللي هو خطط له مش هيتم، واليوم اسود كله في وشه. ففي المواقف اللي زي دي يا جماعة ما تردوش عليهم، سواء الراجل او الست، ما تردوش عليهم وطمنوهم، طمنوهم، لانهم هم فعلا ما بيبقوش قاصدين يضايقوكوا، واحنا ما بنبقاش قاصدين نضايقهم، هو كل واحد بيتعامل بطبيعته. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه بقى في المذاكره، انت يا ست الكل خلي بالك منها، هقولها لكم الفيديو الفويس الجاي.